بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. ورمضان خلص قرب يودعنا ويسيبنا ويمشي. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعودها عليكم بخير يا رب، انتوا حبايبكم وولادكم و... والسنة الجاية ان شاء الله تكونوا محققين كل اللي نفسكم فيه، وتخرجوا من رمضان كده وانتم مجبورين الخاطر ومحققين كل اللي انتوا كنتوا بتتمنوه ان شاء الله. وعدوا 10 ايام الرحمة واحنا دلوقتي في 10 ايام المغفرة. يا رب يا رب يغفر لي وليكم ولكل الناس والامواتنا جميعا يا رب، ويبلغنا اخر 10 ايام في رمضان اللي هي عتق من النار. ربنا يعتق رقابنا جميعا من النار يا رب، اللهم امين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. وبلغنا ليلة القدر يا رب ان شاء الله. ادعوا كده يعني اتمنوا كده انه تشهدوا ليلة القدر باذن الله يا رب. بصوا بقى كده، انا النهارده مش عندي تجهيز فطار، عندي فطار جاهز، يعني فطار من بيت من امبارح بقى وفي اكل. فمش معنى ان عندك فطار بقى ان انت كده خلاص بقى هتنتخي وتريحي وتنامي في السرير. لا لا لا، ابسولوتلي. انت كده ده سبب ادعى ان انت خلاص مش هتقف في المطبخ وتجهزي فطار. تقومي بقى تشوفي اللي وراكي زي كده، تشغلي الغسالة وتشوفي كام كام حاجة مستنياكي. ومش معناها برضو ان انت مش هتدخلي المطبخ، لا ده انت اساسي اساسي في المطبخ. بصوا انا كده آه، كده كنت بعد الظهر راحت عليا نومة. خلاص بقى مطمنة ان انا عندي بقى ايه فطار، ومش هطبخ ومش هقف كتير غير على التسخين ومش عارفة ايه. فايه احنا بننام مع الفجر، بعد ما بنصلي الفجر بننام. وبعد كده بصحى مع جوزي وهو رايح الشغل كده على الساعة 8، وبرجع انام ممكن على الساعة 10 كده، واظبط المنبه على ساعتين ولا حاجة، وبقوم في الايام العادية عشان ايه؟ نشوف اللي ورانا. بس ايه، المرة دي بقى بصوا انا بوريكم ده بطرمان السمنة البلدي اللي كنت عاملاها للفول، يعني للسحور وكده في فول رمضان. بصوا السمنة ديت انا كنت عاملاها من القشطة، من اللي هي وش اللبن. كنت شايفين العلبة اللي انا وريتها لكم دلوقتي، ده برضو بدأت اكون تاني. يعني انا كنت بلم الوش بتاع اللبن، القشطة ديت، اغلي اللبن واحطه في التلاجة بتكون قشطة، عشان ما يبقاش تقيل على يوسف في الرضعة بتاعته ويتعبه. فانا بشيل الوش ده عشان يبقى اللبن مش دسم قوي ويتعبه، تمام. فكنت بشيله وكونه كده، فكونت يعني ما شاء الله كمية حلوة، حبة حلوين. فسيحتهم وعملوا معايا نص كيلو سمنة. متهيألي لا، البطرمان ده يشيل متهيألي كيلو، بتاع كيلو سمنة، سمنة بلدي. فهو كان خلص وانا بغسله، وكنت بوريكم بقى ان انا بدأت اكون شوية كمان، يعني قربت كمان ايه، نص العلبة اهو، تمام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كنا بنقول ايه بقى؟ لما صحيت، لما صحيت بقى الساعة 10 دخلت نمت، صحيت يعني مع جوزي، ودخلت نمت الساعة 10. فنمت بقى ايه، راحت عليا نومة لحد بعد الظهر، يعني كان خلاص العصر على اذان. ويعني كان لا لا يا ربي، لا لا، كانت حوالي الساعة 1 بالظبط. ايوه كانت الساعة 1. فقمت بقى ايه، بنتي عليها درس الساعة 2، وهتتأخر بقى في الدرس، يعني بيبقوا درس او اتنين متهيألي، فبتتأخر على الدرس، بتأخر في الدرس. فانا قلت خلاص بقى ايه، طالما كده كده مفيش فطار، ادخلي انت بقى شوفي المعمعة اللي عندك. شغلت الغسالة ودخلت على حبة المواعين دول بتوع السحور، وكان برضو فيهم حبة من بتوع الفطار. غسلناهم وظبطناهم وفضينا الحوض وايه، وعشان يعني ايه، عشان يبقى الدنيا رايقة عندنا كده وتمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ابني كده كان بيغلس عليا طفال النور متهيألي. هعمل هنا التمر، لان خلاص برضه زي ما قلت لكم الفطار جاهز، بس هعمل تمر عشان يلحق يسقع كده. هعمل تمر واحطه في التلاجة وبس. يعني مش هنعمل عصاير تاني، انا قلت لهم خلاص نعمل تمر، لان بعمل مثلا عصاير مع التمر، فيا اما التمر بيفضل يا اما العصاير بتفضل. هما بيشربوها بعد الفطار، بس يعني ايه، قلت خلاص بقى انا ايه، خلاص عايزه انشر الغسيل وكده. قلت لهم خلاص هعمل لكم تمر بس. بصوا كده المطبخ رايق وتمام، المواعين مغسوله، والشقه بره متروقه ومتظبطه 100 فل و14. وكمان خلصت الغسيل وحطاه، يعني انا الغساله نص اوتوماتيك اللي عندي، بنشفه كده وبحطه على السرير، بعد ما اخلص خالص بدخل انشر. بصوا بوريكم كده، كان خلاص الوقت، بصوا يعني خلاص المغرب فاضله زي ايه،
نقول نصايه كده، ويعني قرآن المغرب متهيألي كان شغال وفاضله زي نصايه كده ويأذن. تمام. فبدأت أنشر بسرعة. بنتي كده كانت جات من الدرس، آه هي بتسخن الفطار، وبتجهز وتطلع على يعني بتجهز الفطار كده وبتسخنه وبتحط لنا على الطبلية. وانا كنت بقى ايه، قلت لهم خلاص بقى ادخل انا انشر الغسيل بسرعة وخلاص كده. فانا بقولك يعني مش ده روتين بسيط كده، اللي هو من بعد الظهر كده اهو. روتين بسيط انك انت تقومي مثلا عندك فطار جاهز. ما تفرحيش بقى وتقولي خلاص بقى عندي فطار جاهز مش هعمل حاجة ومش هقوم من مكاني وخلاص. لا، قومي كده تمشي في شقتك وبصي حواليكي هتلاقي مليون حاجة تطلع لك. يعني بصوا احنا كأمهات وكستات مصريين مفيش حاجة اسمها ان انتي خلاص كده تريحي النهاردة. لا، هتتمشي بس في شقتك كده وتبصي حواليكي هتلاقي التلاجة عايزة تتروق، هتلاقي المطبخ عايز يتروق، هتلاقي شوية مواعين في الحوض، هتلاقي حبة غسيل عايزين يتغسلوا. يعني انا عن نفسي ما بحبش القعدة، ما بحبش ان ايه خلاص يعني مش ورايا حاجة النهاردة او عندي فطار جاهز هقعد واريح. لا، ما بحبش كده خالص والله العظيم. لا يعني بص، بقوم ادور وبقلب الدنيا، لو ما لقيتش حاجه اعملها بغير النظام، بشيل كنبه من هنا، احط كرسي من هنا، بشيل اوضه النوم احترت معايا، يعني الدولاب ده والسرير والتسريحه والكومودينات قربوا يشتكوا، لان ايه متهيألي ما بيعديش شهرين او حاجه غير لما اكون مغيره مكانه. جوزي بيصوت مني بيقول انتي هتكسري العفش بتاع الشقه. برضو في الصاله مش خلاص مليت مثلا من منظر الانتريه كده واللي مش عارفه ايه، بس لقوني غيرت وشلت. ما بحبش اقعد وخلاص بقى كده. بصوا الروتين ده اللي هو ايه، اصحى اروق اغسل مواعين مش عارفه ايه، ونفس كل حاجه مكانها. حتى انت لما بتغيري الحاجه من مكانها كده وبتنقليها، الطاقة في البيت بتتغير، الطاقة السلبية بتمشي، بتحسي كده بنشاط وبتحسي بارتياح وبتحسي ان في حاجة اتجددت. يعني حتى لو نفس العفش ونفس كل حاجة، بس انتي شلت حاجة من هنا وحطيتي بدلها حاجة تانية، بتحسي بتجديد. انا عن نفسي كده ما بعرفش خلاص مش ورايا حاجة اقعد، لا لازم اقوم اشوف اللي ورايا ايه. فانت لو قمتي ودورتي هتبصي تلاقي مليون حاجة هتعمليها. وده يعني ايه والله العظيم ده حاجة حلوة ننشط جسمنا. الوخم والنومة والرقدة ديت. يعني انا بتكلم وانا صاحية الظهر، انا صاحية بعد الظهر، بس يعني انا طول الليل مش نايمة وبنام الفجر. وفي رمضان كده على طول بنام بعد صلاة الفجر، وبصحى مع جوزي. يعني انا بنام مثلا 4:30، بصحى معاه الساعة 7:30، يعني كده 3 ساعات اللي انا نمتهم. وبرجع انام من 10 مثلا، لان ما بنامش على طول بعد ما يمشي، بنام كده على الساعة 10 واصحى بعد الظهر. تمام. لكن في الايام العاديه بننام بدري، بننام عادي بالليل ومن اول الليل مثلا، واصحى الصبح بدري على الساعه 6 او 7 بالكتير بكون صاحيه. انا بقولك يعني انا ما بحبش كده، ما بحبش والله العظيم. يعني اهو يعني صيام وكده، وهقول هريح واقوم واعمل الفطار، بس يعني لو انا عايزه امشي من المكان اللي انا فيه عشان كده، عشان خاطر الكسل. انا بطبيعتي ما بحبش الكسل، ما بحبش، عايزه شغل، عايزه على طول اشتغل، عايزه اكنس واغسل واربي فراخ واربي طيور. والله العظيم هيضحكوا عليا، يمكن تقولوا ايه اللي بتقوله ده، بس انا عايزه كده. مش يعني انا همشي من هنا عشان خاطر اني ما بحبش اللي هي النومه ديت، اللي هي انا وقتي كله مقضيه ايه، من الاوضه للصاله. ايه يعني ترويق شقه ده مثلا اوضتين وصاله ما هياخدش معاكي نص ساعه، ساعه بالكتير هتكوني مخلصاها. حبه مواعين مش هياخدوا معاكي نص ساعه. باقي اليوم بتعملي ايه؟ ما انت مش بتعملي حاجه، قاعده قدام التلفزيون، قاعده قدام التليفون. إيه لا، ده حاجه كده خانقاني وهتموتني. فانا حابه امشي من هنا عشان خاطر كده، حابه اروح انزل البلد واروح البلد عشان هلاقي 100 حاجه تشغلني، وهلاقي حاجات كتير، وهعمل حاجات كتير ان شاء الله. وهتيجوا معايا ان شاء الله هوريكم يعني كل حاجة على الطبيعة هناك، وهتشوفوا فرق عيشتي هنا ومن فرق عيشتي هناك. يعني فرق المجهود اللي انا ببذله، وفرق النشاط، وفرق الحركة في فيديوهات اللي انا بصورها هنا، وفي الفيديوهات هناك ان شاء الله. بس دي الفكرة اللي انا حبيت اوصلها لكم. الفيديو خلص وانا نسيت اقولك اشتركي معايا في القناة وفرحيني. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك تشتركي معايا وتفرحيني وتحطي لي اللايك وتقولي لي كده رايك في كومنت. وانا كده خلاص خلصت نشر الغسيل اهو، وبنتي كانت جهزت الفطار وحطته لنا على الطبليه، هنروح نفطر.
واشوفكم ان شاء الله بكره فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.